المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: رئيس سياسة أفريقيا يفتتح معرض أساليب مكافحة الكورونا. السيول تحدث أضرارا كبيرة في بساتين دكي. تطور في الخدمات الصحية في دهلك. اتفاق ثلاثي يوقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. تفاؤل إيرلندي بشأن التزام لندن بالتوصل لاتفاق تجارة مع بروكسل. وإنتاج لقاح جديد لكورونا بالمكسيك. أهلا بكم مشاهدينا. افتتح الرئيس السياسي أفورقي بعد ظهر اليوم في ساوا معرضا أعدته وزارة الصحة حول الأساليب التي اتبعتها الحكومة الإريترية لمكافحة وباء فيروس كورونا. وحضر مراسم افتتاح المعرض وزيرة الصحة السيدة آمنة نور حسين وعدد كبير من مسؤولي الحكومة. واشتمل المعرض المنظم بمناسبة تخريج الدفعة 33 للخدمة الوطنية والدفعة 11 للتدريب المهني، اشتمل على عمليات الفحص والعزل للضيوف القادمين إلى البلاد برا وبحرا وجوا، ونشرات التوعية المعدة باللغات التسع للبلاد والمعدات الطبية المستخدمة والقدرات المكتسبة. وتضمن المعرض أساليب انتقاء الفحوصات المخبرية العشوائية في المختبر الوطني والرعاية الصحية المقدمة للمصابين بالمرض حسب خطورتها. وننوه عناية المشاهدين بأن مراسم تخريج الدفعة 33 للخدمة الوطنية والدفعة 11 لمركز التدريب المهني ستجرى يوم غد السبت 15 من أغسطس، وستبث مباشرة عبر الفضائية الإريترية وإذاعة صوت الجماهير الإريترية منذ الساعة 6 صباحا. أحدث فيضان نهر بركة أضرارا كبيرة بالبساتين والبنى التحتية الزراعية في مديرية دقي، وقد دمر الفيضان 200 هكتار من مزارع الموز والخضروات تماما، وألحق أضرارا جزئية بأكثر من 1500 هكتار من البساتين. وأفاد مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية سيد كاسيتي قبر يوهنس أن الفيضان جرف 5 محركات ضخ ودفن 150 مضخة و250 بئرا، وأوقع أضرارا كبيرة في البنى التحتية الزراعية وطريق أغردات تكراريت. من جانبه أوضح مسؤول مكتب الزراعة في مديرية دقي السيد هبتم حدش أن أغلب البساتين البالغة 246 على ضفاف نهر بركة في مناطق عد إبراهيم وتكراريت واندرايب وعشيخ الأمين وأورجناي ولوكيب وحشاكيتو وأفهمبول تضررت من جراء الفيضان. وقال مدير مديرية دقي السيد محمد ويلا أن الفيضان ألحق أيضا أضرارا جزئية بمعدات الطاقة الشمسية في منطقة تكراريت، داعيا أصحاب البساتين لغرس شتول الأشجار الكبيرة على ضفاف الأنهر الكبيرة والزراعة بعيدا عن ضفاف الأودية لتقليل الخسائر مستقبلا من مثل هذه الكوارث الطبيعية. وأكد المزارعون جسامة الأضرار التي لحقت بالمزارع، مناشدين الجهات المختصة لإبداء الاهتمام. ألحقت الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الماضية في مديريتي الدقيح وطرونة أضرارا في المساكن والمواشي والمزارع، وقد انهارت عشرات المنازل في ضواحي هدامو وحشملة وسافيرة وكاريبوسا وإيجيلا ومسكولو زولا، ونفق حوالي 230 رأسا من المواشي. كما دمرت مساحة 80 هكتارا من المزارع أو دمرت 80 هكتارا من المزارع في ضاحية كاريبوسا، وحدثت أضرار على طريق إيجالا دمحنا. وانهار 45 منزلا في ضاحية غازيبو بمديرية طرونا جراء الأمطار التي هطلت في 9 من أغسطس، واقتلعت عددا كبيرا من الأشجار ونفق حوالي 25 رأسا من المواشي. وانهار أيضا 25 منزلا في ضاحية إمباباريا، كما لحقت أضرارا بالمواشي. تقوم عيادة دربوشت بمديرية دهلك بدور مشهود في تقديم الخدمات الصحية
عامة ورعاية الأمومة والطفولة خاصة. وتسهم العيادة التي تقدم الخدمات لضواحي سلعيت ودان علو ودربوشيت ودهلا الكبير في رعاية صحة الحوامل والأمهات والأطفال والتطعيم. وأوضح المستفيدون من خدمات العيادة أن الوعي الصحي الذي ترسخ والمراجعة الصحية خففت من المصاعب الصحية أثناء الحمل والولادة ووفيات الأطفال والأمهات. وذكر مسؤول العيادة مساعد الممرض محمود عبدو ارتفاع الوعي لمتابعة الأوضاع الصحية أثناء الحمل ومكافحة الملاريا. وتسهم التوعية المقدمة عبر الفرق المتنقلة بدور كبير. قدم المواطنون في مديرية الدخالة 188 ألف نفر لأسر الشهداء والمحتاجين والمسنين في قرية عد مرعيت. كما قدمت جمعية معاقي الحرب 1000 نفر ل13 من أعضائها في مديرية سكنتي. من جهة أخرى أعفى السيد سعيد عبد الرقيب بإيجارات شهرين ل 22 مسكن ومتجر في مدينة الدخالة، والسيدة هوة برهي المقيمة في السويد إيجار شهر لأسرة واحدة. وأعفت السيدة الأولى مقوس من طرونها إيجار شهرين لثلاثة أسر. مشاهدينا نشرتنا تتواصل من الفضائية الإيرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وفي الشأن العالمي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية بين إسرائيل والإمارات يمثل يوما تاريخيا لبلاده، لافتا إلى أن هناك دول عربية وإسلامية ستنضم إلى دائرة السلام. ووصف نتنياهو الاتفاق مع الإمارات بأنه انفراجة تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا على أنه تم الاتفاق مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي على إقامة علاقات ثنائية. وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن الاتفاق مع الإمارات مهم وسيساعد على تطور واستقرار المنطقة. وكان الشيخ محمد بن زايد قد أشار أنه تم الاتفاق في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب ونتنياهو على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل ودولة الإمارات. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.